بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. هذه القصيدة مهداة إلى صاحب المراجل والكرم والطيب وصاحب الفعول الطيبة الشهم والشيخ وليد بن عبيد الرشيدي، من أخوك الشاعر عبد الله بن عواضة الرشيدي من السودان. وتستاهل يا أبو عبيد دواوين من الشعر والقصيدة. يقول: من ديرة السودان ورداد كسلة، من منطقة بركات برسل قصيدة، عنوانها شيخ مثبت في أصله رأى الخصال الوافية والفريدة. قصيدة منقاه وأبيات جزلة، نظمتها وهي من أول عنيدة، في شهم فعل وجود ما ظن مثل الشيخ حكيم وجعلها تسلميدة. أقصد بها شجيع مثبوت فعله، أبو عبيد اللي فعوله عديدة، مشهور من طاريف في كل حفلة، طال المراجل والفعول الرشيدة، والرجل فعل وجود ما هو بشكله، فعل الطوائل والمراجل رصيدة، مثل المطر لا صب في الدار وبله، واللي يدرع المرجلة والعقيدة، من جاه ضايق مشتكي فك سبله، بالمال ولا بما يعرفه يفيده، نوادره للطيب من كل خصله، واللي يدراعيها فعول وكيده. وابو عبيد الشهم مقدام لهله، شيخ شهم منبع سلايل جويده، فزاع النخوه ولا فيه بطله، جميع خصله فيه جمله مفيده، رشيد ونعم به يفزع بعجله، والله من طيب المكارم يزيده، حكيم في رايه ومازون عقله، ويستاهل المدحه ونظم القصيده. وتستاهل يا ابو عبيد اكثر من هذا.